كل سنة وانتم طيبين. عيد اللحمة يعني فتة معروفة. هنعمل النهاردة الفتة بطريقة سهلة جدا جدا وسريعة جدا. أنا عن نفسي عملتها في نص ساعة. يلا بينا نشوف هنبدأ بإيه. أول حاجة بعملها هي إني بغسل الرز. ليه بغسل الرز الأول؟ عشان أنا بحب أنقع الرز شوية، ما بحبش إن أنا آه يعني أولع الرز أغسله وأولع عليه على طول. ده جربوا دايما إن انتوا تغسلوا الرز وتنقعوه شوية، هتلاقوا طعمه مختلف تماما والنتيجة حلوة جدا عن ما تغسلوه وتسووه على طول. خلاص. بغسل الرز كويس جدا وبفضل اغسله كام دور كده لحد ما انزل كل النشا اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بغسل الرز واتاكد ان خلاص ما عادش فيه اي نشا خالص، بجيب بقى الميه اللي انا هطبخه بيها وبنقعه فيها شويه. بنقع الرز في ال في الميه اقل حاجه نص ساعه. ارتفاع الميه فوق الرز يكون ارتفاع عقله من الصباع. تمام كده. بعد ما حطيت الميه واتاكدت ان هي ارتفاع عقله من الصباع، بحط بقى الملح بتاعي وبحط الزيت. وخلاص كده الرز بتاعي بقى جاهز، انقعه شويه وبعد كده بولع عليه. خلاص كده. ندخل بقى دلوقتي كمان على الصلصه بتاعه الفته. الصلصه بتاعه الفته دي هتنفع معاكي في فتة الكوارع، في فتة اللحمه زي ما انت شايفه كده. بحط شويه زيت على النار وعندي شويه توم مفرومين، حوالي معلقه كبيره من التوم المفروم زي ما انتم شايفين كده. وبشوحهم لحد ما لونهم يصفروا زي ما هتشوفوهم دلوقتي بالظبط. انا مش عايزه لونهم غامق، مجرد ما لونهم يبقى دهبي بسيط كده. هنطفيهم على طول بشويه من الخل. شويه مش كتير، حوالي معلقتين ثلاثه كده من الخل. شايفين ده كده اللون اللي احنا عايزينه. وصلنا له ننزل عليه بالخل على طول. نديها تقلبتين، وعندي كده عصير كام طماطمايه، حوالي 3 4 طماطمات. اه. بنزل عليهم بنزل بالطماطم على الثوم والخل اللي احنا حاطينهم، وبحط شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، وكده بقت الصلصه بتاعتي جاهزه. هتاخد ما فيش اقل من 5 دقايق على النار تتسبك بس، وهنطفي عليها على طول وبكده تبقى جاهزه معايا. خلاص كده ادي كمان الصلصه خلصنا منها. هنا الرز انا بوريكم ان انا نقعاه وسايباه على جنب. هجهز بقى العيش بتاع الفته. انا بحب اعمل الفته بالعيش اللي هو اللبناني او العيش الخفيف بتاع الافران اللي هي العاديه، مش العيش السميك. خلاص. بجيب العيش وبقطعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وببدا ان انا اقطعه مكعبات. انا هنا هعمله في القلايه الهوائيه عشان ما يبقاش شارب زيت ولا حاجه. انتوا ممكن تحطوه في الفرن، ترش عليه زيت وتحطوه في الفرن، او تقلوه في طاسه فيها شويه زيت. الأحسن ليكوا اعملوه، بس ده الأريح وبيبقى أخف وطعمها خفيف جدا في الأكل. هرش عليه بقى رشة من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. وأقلب وأرش كمان عشان أتأكد إن كله تقريبا اترش عليه. وبعد كده هحطه في الفرير لمدة 10 دقايق، مع تقليبة في النص كده، مرة في النص هقلبه وخلاص. هنا اللحمة بتاعتي الجزء اللي فات ده كان ما تسجلش. هنا أنا حطيت معلقة من السمنة البلدي ونزلت عليها بحبوب من الفلفل الأسود الحب، وحبهان ولورا وبصلايه وطماطمايه. بعد ما السمنه بتسخن بنزل عليهم بالحاجات دي الاول، وبعد كده بنزل باللحمه وافضل اشوح فيها لحد ما تاخد لون بسيط كده معايا ولونها يتغير. كده الصلصه بتاعتي خلصت اهو. مفيش 5 دقايق وكانت خلصانه. هشوح بقى اللحمه بتاعتي لحد ما تنزل ميتها. دي كده الحاجات اللي انا بقول لكم اللي انا حطيتها. اعملوا اللحمة بالطريقة دي وهتلاقوا ريحتها قلب الدنيا، وهتلاقوا طعمها كمان وطعم الشوربة بتاعتها حلو جدا. معلقة من السمنة البلدي هننزل فيها بتلات أربع فصوص حبهان، على ورقتين تلاتة ورق لورا أو ورق غار، على بصلاية، على طماطماية. ونشوح كل ده مع بعضه، طبعا مع الفلفل الاسود الحب. لو ما عندكيش حب فلفل اسود ناعم بس ما نكترش، عشان الفلفل الاسود الناعم بيغير لون الشوربه، بيغمقها اول حاجه، وتاني حاجه بيخليها حراقه شويه. خلاص كده. فانا بشوحهم زي ما انتم شايفين كده، تشويحتين على السريع كده، وانا كمان كنت مستعجله هقوم بقى نازله عليهم دلوقتي بالميه. وبعد كده هضغط الحله. انا بضغط اللحمه، بعملها في حاله الضغط في 20 دقيقه. يعني انا ضغطتها هنا 20 دقيقه وفتحت عليها كان اللحمه بتاعتي استوت. بتبقى على حسب نوع اللحمه. انت هتفتحي على اللحمه بتاعتك، تبداي من اول تلت ساعه كده تفتحي عليها لو انت هتعمليها في حله الضغط. لو مش هتعمليها في حله الضغط، هتحطيها وتهدي عليها النار. اول ما تغلي هتهدي عليها النار. ممكن بقى على حسب نوع اللحمه بتاعتك تقعد ساعه، تقعد ساعه ونص. بس اهم حاجه ابقي هدي عليها النار عشان الشوربه ما تنشفش وتديكي طعم حلو. خلاص. انا هنا بقى هضغطها كده تلت ساعه، وبعد التلت ساعه افتح عليها ونكمل بقيه الوصفه مع بعض. هنا بقى انا بوريكم العيش بتاعي بعد ما حمصته. شايفين شكله حلو ازاي ومش شارب زيت ولا اي حاجه. وهنا اللحمه كمان بتاعتي استوت، وحطيت لها الملح بتاعها
وكاتك بقت جاهزة معايا وزي الفل. وهنا كمان الرز بتاعي استوى، وطبعا الصلصة هي كانت جاهزة. هنا انا كان عندي شوية كزبرة كده ما قطعتهم، وقلت آه، اعمل الطشه بتاعه قلقاس، يعني احطها في الفريزر تبقى جاهزه عندي عشان الخضره بتاعتي ما تبصش. المهم جبت بقى طاسه وحطيت فيها معلقه من السمنه البلدي كده، عشان دي اللي احمر فيها اللحمه بتاعه الفته. طبعا مش لازم تحمريها، بس هي بتبقى يعني بتدي طعم احلى وشكل احلى في الاكل. فانا حطيت معلقه كده من السمنه، واول ما تسيح هنزل عليها على طول باللحمه. باجيب بقى مصفى زي ما انتم شايفين كده. بحب ان انا استخدم المصفى دي ان انا اطلع بيها اللحمه، وفي نفس الوقت اطلع البصل والفلفل والحاجات اللي بتبقى في الشوربه دي، عشان تبقى الشوربه بتاعتي صافيه ونظيفه لما اجي اخد منها للفته ما يطلعش فيها حاجه، ولما اجي نشربها تبقى كمان الشوربه نظيفه. شايفين زي ما انا عملت كده. انا هنا باخد اللحمه، وبعد كده هصفي الشوربه بتاعتي بنفس المصفى دي من كل الحاجات اللي فيها. احمر بقى اللحمه بتاعتي، انا مش عايزه اللحمه تاخد لون وتنشف، انا عايزاها بس تاخد لون خفيف، ان هي تاخد لون وتاخد طعم من السمنه البلدي، وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه. فنديها بس يا دوب تشويحه سريعه كده واحنا واقفين قدامها، وما نسيبهاش لحد ما تنشف وتضيع قيمتها. هديها تشويحه بسيطه، وبعد كده هنبدا نغرف مع بعض الفته بتاعتنا. هنا الرز بتاعي زي ما انتم شايفين ما شاء الله مفلفل وجميل جدا، حلو جدا جدا. اعملوه بس بالطريقه دي. واهم حاجه اهم حاجه انقعوا الرز دايما، اي رز تعملوه انقعوه شويه، اقل حاجه تنقعوها نص ساعه. وبعد كده ممكن على فكره ساعات انا بنقع الرز من الصبح، ممكن اطبخه اخر النهار عادي جدا. وساعات ممكن انقعه يعني معرف ما اكونش مثلا هطبخه او يحصل ظرف وما اطبخوش، بحطه في التلاجة بميته وتاني يوم بطبخه ما بيحصلوش اي حاجه. هنا بقى انا بعد ما حمرت اللحمه حطيت عليها رشه من الفلفل الاسود والملح، وهبدا دلوقتي ان انا ارص الفته بتاعتي. حطيت شويه من العيش زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنزل عليهم بكبشتين من الشوربه. ما نكترش الشوربه قوي عشان العيش ما يعجنش، احنا عايزين العيش يبقى مقرمش وفي نفس الوقت فيه سن الطراوه من الشوربه اللي هنحطها عليه. شايفين الشوربه بتاعتنا شكلها جميل ازاي. هاخد بقى كبشتين زي ما انتم شايفين كده واوزعهم، ومش هحط صلصة، هكتفي بالصلصة اللي انا هحطها في وش الفتة. واللي عايز يزود قدامه يزود. ما بحبش انا احط صلصة كتير، عشان لو حد عايز اقل ولا حاجة ما تبقاش كلها زي بعض. اللي عايز يزود يزود قدامه، حطوا دايما طبق كده وزودوا براحتكم. هفرد بقى طبقة خفيفة من الرز زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنزل عليها بالصلصة بتاعتنا. شايفين الصلصة شكلها جميل ازاي. زي ما قلت لكم الصلصة دي كده هتنفع معاكم في فتة اللحمة وفتة الكوارع. فتة الكوارع هتتعمل بنفس الطريقة دي بالظبط. نرص بقى اللحمة بتاعتنا كده بشكل حلو، كده تبقى الفتة بتاعتنا جاهزة. جربوا الفتة بالطريقة دي إن شاء الله، وأنا متأكدة إن هي تعجبكم جدا، سهلة وسريعة ولذيذة وفيها كل حاجة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير كتير خالص. السلام عليكم، أسيبكم في رعاية الله.